حياتي على مود التجاوز. وجه أزرق، جسمه أزرق. دخل إلى هذا المكان وقرر ينهي حياته. الشاب عباس أنهى حياته داخل منزله بعد إبلاغهم بإزالة التجاوزات في منطقة رحمانية الشعلة. جيت لقيته معلق الصندة هنا، لقيته منتهي، يعني منتهي بال5:30. أنا حليت الصندة من عندي، ظليت مستهترة والله، طحت 3 مرات في القاع. هو ايش سوى هنا؟ ايش دخل؟ ايش سوى هنا؟ دخل انتحر خالد، انتحر. شنو السبب؟ السبب الأوضاع، يجونا يقولون شيلوا وريد نزيل المناطق. انتوا قاعدين بالتجاوزات؟ التجاوز على عيني وعلى راسي. سوونا حل عباس، يعني ماكو، يعني حاكي ما يحاكي. يروح يدور بيت يلقاه غالي ويقعد. بدأ يدور إيجار. اي والله 300 و400. قال يمنا ايش ناكل عاد. ما حصل. بالليله اللي صار بها الحادث شنو كان عباس؟ ايش سوى؟ ما سوى عباس قاعد سبح وصلى وكمل. قال إذا جو فلشوا وأنا أنتقد هذا الإجراء. أنا عبنا يعني الشاقة هيك، هو يجيبها بضحك. فهو آخر يوم اللي ردت أطلع للشغل بالتكتيك. قال أنا أروح بعد ما أرجع. هاي هو قال لي يعني قاعدين قبل يوم. قبل يوم. وانا قبل يوم كنت انا بالقاعه نتمرن. فانا ما ببالي، رحت تمرنت وكملت، رجعت تريقت هنا أنا بالحوش الساعه 3. هو سبح كمل، انه برجع سبح مره ثانيه. انا ابو علي صلى قام، بعد ما شفته نمت. الوالده قالت له وين عباس؟ هيك ورا صارت ب5:30 هيك. والله عباس ما كنت طالع اجيب بنزين. ليش شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنبي انا؟ امه ما عندي غيره وغير الله. شو سمعت العياط. دخلت لهذا المكان شنو شفت؟ يعني اخوي ممدد وما اقدر اتوجه له اشيلنه. وش اسمه يعني من اقول لك ما قدرت، يعني ما من ندى حلنا ما اقدر احلنه. شنو شفت علامات عليه؟ وجه ازرق، جسمه ازرق، دي زرق،